صباح الفل عليكم. في خناقة شغالة زي الخناقات اللي بتشتغل كل فترة كده بخصوص الاستيراد والأجهزة الاستيراد، وهي أحسن ولا الجديد، والحوار اللي اتهرس مليون مرة ده. طبعا في مواضيع كده كل فترة بتطلع ترند وتنزل تاني، زي الكراك، زي باقات النت الغير محدودة. في مواضيع كده هي شائكة وثابتة معانا كده، أهلي وزمالك طول العمر. فهرد بس على نقطة الأجهزة الاستيراد دي وهوضحها سريعا عشان في ناس كتيرة مش فاهمة النقطة دي، ويبقى الموضوع برضو فيه استفادة للكل. أول حاجة، الأجهزة الاستيراد مش أحسن من الأجهزة الجديدة، نقطة من أول السطر. أي حد يقول لك الأجهزة الاستيراد اللي هي في السوق عندنا، السوق المصري، احسن من الاجهزه الجديده، خلاص يعني ما تكملش مع كلامه. انتهى الموضوع لحد كده. ده واحد عايز يشتغلك ويبيع لك اللي عنده. طيب ايه الاجهزه الاستيراد؟ بكل اختصار، الاجهزه الاستيراد دي بتبقى اجهزه استعمال الخارج، شركات، عارف مثلا شركه فودافون، شركه وي، شركه اوراسكوم عندنا في مصر. اي شركه او اي منظمه حكوميه بيبقى فيها اجهزه الموظفين شغالين عليها، بيبقى شغلهم حاجات بسيطه، مش جيمنج يعني ولا حاجات هلك للجهاز. فالاجهزه دي كل فتره الشركات دي بتجدد، فبتبيع كميه كبيره قوي. مثلا ممكن الفلور يبقى فيه 50 جهاز والشركه 20 فلور مثلا ولا حاجه، فانت عندك 1000 جهاز شركه واحده، وهكذا وهكذا. هي دي فكره الاجهزه الاستيراد. وفي نقطه تانية من الاجهزه الاستيراد بتبقى جايه من الشركه الام نفسها، دي حاجات اسمها الورك ستيشن والزين، ودي موجهه لاعمال الجرافيكس والهندسه وقصه تانية خالص. لكن انا هتكلم عن الاستيراد الشائع في السوق المصري، مش فئه واحده، لا، كل الموضوع. الاجهزه دي لما بتدخل لنا هنا في مصر بتتباع على انها اجهزه مكتبيه، ده المسمى الاساسي ليها. ودي برضو نقطه من اول السطر لازم تاخد بالك منها، دي كلها اجهزه مكتبيه ما عدا فئه الزيون او فئه الورك ستيشن، دي على جنب. لكن الاجهزه الجيل رابع، جيل سادس، جيل تامن وتاسع حاليا، وفي تقريبا جيل عاشر استيراد، كل دي اجهزه مكتبيه للاستخدامات المكتبيه البسيطه، يعني زي الاوفيس، الفوتوشوب، الاوتوكاد، بريمير على خفيف، الحاجات اللي هي البسيطه دي. طيب احنا ليه بنبيع الاجهزه دي على انها اجهزه جيمنج؟ الناس اللي متابعانا وعارفينها هتلاقي ان احنا من 5 سنين تقريبا احنا من اول الناس في مصر اللي بدعنا حته ان انت تحط باور عالي في جهاز استيراد، لان زي ما قلت لكم دي اجهزه مكتبيه بيتحط فيها باور قليل، اذا مش هتقدر تحط كارت شاشه عالي يشغل لك جيمز. فاحنا اللي بدأنا حته ان انت تجيب كونفرت وتحطه في الجهاز وتقلبه تخليه يقبل باور اعلى، عشان مخارج البورده بتاعته ما بتدعمش الباورات الاعلى. احنا اللي حطينا باورات كانت ار جي بي او بتنور ليد ازرق زي الزلمن اللي كان عندنا في العروض زمان. احنا اللي عملنا شقلبه في الجهاز الاستيراد وخليناه يشتغل جيمنج. هو الفكره ان هو جهاز موجه مكتبيا، بس لو انت تحط جوه كارت شاشه مش هيقول لك لا. بس ما بنضغطش طبعا، ما بنكسرش سرعه، ما بنعملش حاجات كتيره اوبشنز في الاجهزه العاديه. زي ما قلت لكم في الاول، التجميع اختيار افضل. طيب ليه اشتغلنا في الاستيراد، او ليه حتى الان ممكن ابيع جهاز ب 200,000 جنيه وممكن ابيع جهاز استيراد ب 5000 جنيه؟ انا بحب اوفر لده ولده، لان لما يجي لي عميل معاه 3 4000 جنيه وعايز جهاز، مش هقول له لا لازم تروح تشتري جديد. ممكن بال 3 4000 جنيه يجيب حاجات مستعمله او تجميع زي الرايزن 3 المدمج الاثنين 200 جي والحاجات اللي هي بالفئه دي، او اي 3 جيل تامن مثلا وكارت شاشه 2 جيجا بسيط. ده هيبقى احسن مليون مره من الاستيراد، انا معاك. بس الحاجات دي ملهاش سوق، الحاجات دي هيقعد يدور عليها ويشوف يوزر زيه بيبيعها وكل حاجه. طب هو حد عايز يشتري دلوقتي في اللحظه دي وعايز حاجه ليها سوق ومنتشره، فبقول له والله الاستيراد ده هيبقى ب 3000 جنيه، هيبقى ب 4000 جنيه، وكل حاجه ليها ميزانيه. اللي هيجي لي ب 3 و 4000 جنيه لو دور وما لقاش التجميع، مش هقول له اقعد في بيتك وما تشتغلش، ما انا لازم اوفر له حل. لكن مش هيجي لي عميل معاه 15000 او 20000 واقول له لا ده الاستيراد احسن، يبقى انا كده بكذب عليه. لا، في الحاله دي الاستيراد مش احسن. 15000 20000 يجيبوا لك تجميعه مرتاحه من احدث الاجيال، كمان جيل 11 او جيل 12. فالنقطه دي لازم تخلي بالك منها، تعرف اللي بيكلمك في ميزانيه ايه وانت هترشح له ايه. الاستيراد هيفضل طول عمره موجود ويتباع، والجديد والتجميعات طول عمرها جديده وهتتباع. المهم تعرف انت محتاج ايه وتختار الشخص الامين اللي يديك المعلومه الصح ويوجهك للمناسب ليك. من فتره كبيره كان حصل مكالمه ما بيني وبين كذا شخص شغال معاه وحد من اكبر الوكلاء في مصر، يعني البراند كبير قوي اللي هو لا داعي لذكر اسمه يعني. فاول لما سمع كلمه الاستعمال او الاستيراد ركبه عفريت كده وقعد يهذب كلمات غريبه في المكالمه، واللي هو قال لك لا ده احنا عايزين نعدمها، دي بتاثر على مبيعاتنا وي وي وبلا بلا بلا بلا. فاي حد شغال مع الشركات بتوع الجديد او اي حد ما عندوش ضمير هيوجهك ايه للجديد بس، ويقول لك لا الاستيراد ده انا بكرهه وخرده وسيبك منه. واي تاجر معدوم الضمير شغال في الاستيراد او عنده محل في المول وهو مش مختص وهو مجرد تاجر خرده هيوجهك للاستيراد ويقول لك سيبك من الجديد الصيني، الاستيراد ده مكسبه اكتر وحاجته احسن. فالاجابه الصح والحاجه المعلومه اللي انت تعتمد عليها ان لا الاستيراد حلو ولا
وحش، ولا الجديد حلو ولا وحش، ده ليه استخداماته وليه توجهاته، وده ليه استخداماته وليه توجهاته. انت راجل معاك 3 4000 جنيه مش هتجيب تجميعه جديده، ولو ما لقيتش مستعمله مش هتقعد من غير حاجه. وانت راجل معاك 15 20 الف جنيه مش هتجيب استيراد جيل رابع ولا جيل سادس مثلا، ولا حتى جيل 8 و9، لا هتجيب جديد. فده ليه حاجه وده ليه حاجه. فليه قصه الاهلي والزمالك اللي ماشيه والخناقه اللي دايره بدون اي وعي، وفي اطفال بيقعدوا يزيتوا هنا ويزيتوا هنا، وزي ما وضحت لكم ناس منتفعه هنا وناس منتفعه هنا، واليوزر تايه في النص يا عيني، الغلبان اللي مش فاهم حاجه عمال يتسوح ما بين دول وما بين دول. ومفيش شخص واحد يوحد ربنا يا مؤمن يقول له المعلومه الصح بمنتهى الامانه بغض النظر عن اي مصالح شخصيه. وخلي بالك لو انت تاجر بتبيع حاجات استيراد او مستعمله وانت تاجر امين وفعلا بتوضح للعميل الصح، صعب جدا ان انت تبيع مستعمل. يعني اسهل حاجه ان انت تبيع الجديد، اصل السلعه مقفوله وفي علبتها وانت ما بتبذلش اي مجهود. لكن انك تجيب مستعمل وتعمل له تيست وتتحمل ضمانه وتختار القطعه المستعمله ايه، وتقعد تفكر تعمل كاستمايزيشن ليها ازاي، وان انت تبقى تتحمل ضمان وليله كبيره قوي، دي مش سهله خالص. بيع الجديد اسهل مليون مره من بيع المستعمل. فعشان كده اي تاجر استيراد امين يعني ده يتوجه له مليون تحيه. وانت بتعمل حاجه صعبه جدا، بس يا رب تفضل ملتزم بامانتك وما تخدعش العميل باي معلومات غلط. واي تاجر جديد امين برضه يتوجه له 100 تحيه، لانك انت بتوجه العميل للصح ومش بتشتغله لمجرد انه يشتري الجديد او لمجرد انك ترضي الوكيل اللي انت بتتعامل معاه او تمشي تبع خطه مرسومه او منهج معين. يعني نفسي نوصل في مصر لمستوى الامانه العلميه في كل حاجه. والله لو هقول لك بص، اقل شيء اديني المعلومه صح وانا اختار، والموضوع مش محتاج اي فتي. اكيد الجديد احسن من المستعمل، احسن من الاستيراد. اكيد الجديد قيمته اعلى وهو شيء افضل والتكنولوجيا بتاعته بتبقى احدث، لكن الميزانيات هي اللي بتحكم. برضو كذلك الجهاز الاستيراد ده هيبقى فيه عيوب معينه انا هتقبلها. الكيسه شكلها صامت ما فيهاش مراوح ار جي بي، مش هقدر اشيل الحاجه من الكيسه دي. احيانا الباور بيحتاج كونفرت واحيانا ما بيتغيرش خالص. الحجم جوه ممكن يبقى ضيق في بعض الكيسات. هتبقى الدنيا فيها شويه تفاصيل المفروض انت تفهمها وتسال متخصص فيها. لان في برضو اجهزه تجميع مثلا زي الحاجات الاي 320 او البورد القديمه مثلا اتش 310 او الحاجات القديمه دي، ما دي برضو ملهاش تحديث. فما تخليش حد يشتغلك بنقطه التحديث في المطلق. انت ممكن تجيب تجميع مستعمل وملوش تحديث، لما تعوز تغيره هتغير بورده وهتغير بروسيسور. طب ما هي دي نفس فكره الاستيراد، هتفك هاردك منه والرامات لو بتدعم حاجه جديده هتشيلها، وبرضه هتغير بورده وبروسيسور وشاسيه كيسه. فالموضوع هو بالنسبه للتحديث في بعض الاوقات. فما تخليش هوس التحديث او نقطه التحديث دي يشتغلوك بيها وياخدوها كده شماعه ويفضلوا يرددوها. شوف احتياجك، شوف ميزانيتك، قارن الجديد لو انت معاك 10000 شوف يجيبوا ايه مستعمل او استيراد، وشوف يجيبوا ايه جديد او تجميع، وقارن واسأل حد متخصص. امشي ورا حد متخصص وحد عنده امانة، سواء تاجر او مهندس او ايا كان. يا رب اكون قدرت اوضح معلومة بسيطة، ويا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.